الفيديو ده هنشرح النون هوموجينيوس. النون هوموجينيوس احنا قلنا في الهوموجينيوس ان المسألة كانت بتساوي زيرو، فدي تبقى هوموجينيوس. هنا في النون هوموجينيوس المسألة مش بتساوي زيرو. طب حلو، انا دلوقتي الفرق في الحل ما بين الاتنين. اول حاجة بيجي لي مسألة عادي، يقول لي مثلا a y دبل داش بلس البي واي داش بلس السي واي بتساوي رقم اللي احنا بنسميه ار اكس. اول حاجة بتجيب حاجة اسمها واي سي، اللي هي اسمها الكومبلمنتري فانكشن. واي سي دي بتعمل طريقة الهوموجينيوس، بتاخد الجزء ده كده كله وتساويه بزيرو، تقول ان ال A y داش بلس ال B y داش بلس ال C y بتساوي زيرو، وتبدأ تعوض مكان كل y ب m. هتبقى معاك A m باور 2 بلس B في m باور 1 بلس ال y في m باور 0، فتبقى C بس تساوي زيرو. وتحلها كالكوليتر يطلع لك ام واحد وام اتنين، وتشوف هي ريل وديستنكت ولا ريل وايكوال ولا كومبلكس بس، وتساويها بالواي سي، تكون انت كده جبت الواي سي بتاعتك. طب حلو، لما بجيب الواي سي بروح اجيب واي بي. الواي بي بي بيساوي الار اكس. بقلبها بطريقه معينه، الار اكس اللي الانسر بتجيلي هنا بقلبها ازاي؟ عندي جدول هنا بص عليه، عندك اهو الار اكس. لو الار اكس كان نمبر بس بشيله واحط مكانه ايه اللي هو رقم كونستانت. ولو جالي الار اكس بتساوي اكس باور اي نمبر، مثلا اكس باور 2، فانا عندي هنا الاكس باور 2 لو قلت ان قصادها رقم يبقى قصادها رقم واحد، واحد في اكس. او لو قلت 10 اكس باور 2، اي رقم مضروبه في الاكس حتى الاكس باور 2 لوحدها، بعمل ايه؟ ازاي احولها للواي بي، للفورم اوف واي بي؟ انا اول حاجه هكتب ان ال a في اكس باور 2 زائد، هنقص من الباور واحد، هقول بي اكس زائد سي واكس، هنقص بالواحد ناقص واحد بزيرو، اكس باور زيرو بوان. هفضل اكمل لحد ما اوصل ان عندي الاكس باور زيرو، لحد ما اقف عند مسألة تبقى زي كده. لو جالي اي باور ان في اكس هحط a في الاي باور ان في اكس. ولو جالي كوساين او ساين هحط a كوساين ان في اكس بلس b ساين ال n ده النمبر في الاكس. وهكذا مع بقية الاشكال دي هحط اللي قصاده. طب تمام، يعني الواي بي تكون بتساوي على حسب بقى الار اكس. مثلا هنا لو كان طالع لي باكس، يعني انا لو الاكس هنا كان بيطلع لي اكس باور 2، ده بيساوي الاكس باور 2، فالواي بي هتساوي a اكس باور 2 بلس b اكس بلس السي. فانا كده الواي بي هنا بقى انا بحاول اجيب الاي والبي والسي، بجيبهم علشان تبقى معايا مسألة واي بي كاملة. فانا بجيبهم ازاي؟ انا دلوقتي معايا الواي بي بتساوي ده، بجيب الواي داش للبي. لو جبت الواي داش ده الديريفاتيف بتاع ده، تعمله ديريفاتيف يبقى معاك 2 اي اكس بلس البي. وهجيب الواي دبل داش برضو للبي، هتساوي 2 اي. حلو، انت عندك المسألة بقى هنا هتشيل كل واي ده دبل داش او واي داش وتعوض باللي قصاده. يعني الواي بي هتشيل ال الواي هنا وتحط مكانها دي، الواي داش هتشيلها وتحط مكانها دي، الواي دبل داش هتشيلها وتحط مكانها دي، وهتساويها بالار اكس عادي. وهتفضل تحل، هيطلع معاك الواي بي في الاخر. هتقول ان الواي كلها الفاينل انسر بتساوي الواي سي بلس الواي بي. طب تعالوا نحل مسألة ونشوف الدنيا بتمشي ازاي. اول مسألة بيقول لي معايا الواي دبل داش ماينس 4 واي داش بلس 3 واي بتساوي 10 في اي بار نيجاتيف 2 اكس. اتأكد ان هي نون هوموجينيوس. هنروح نجيب الواي سي نروح نجيب الواي سي قلنا بناخد الجزء ده نساويه بزيرو عشان يبقى هوموجينيوس. فهقول ان الواي دبل داش ماينس الفور واي داش بلس 3 واي بتساوي زيرو. حلو، كل واي اعوض مكانها بام، تبقى دي ام، دي دبل داش تبقى باور 2 ماينس 4 ام
بلس الثري بتساوي زيرو. هتعمل دي هيطلع لك معاك ان الام واحد بتساوي تلاتة والام اتنين بتساوي واحد. بس فبقى معاك ان الواي سي كده دي طلعت معاك ريل وديستنكت. ريل وديستنكت يبقى واي سي بتساوي سي واحد في اي باور 3x اي باور ام في x بلس السي 2 في اي باور ام 2 في x اللي هي ام 2 بواحد فتبقى في x. كده جبت الواي سي. الواي بي احنا قلنا ان الواي بي بتساوي، انا عندي الار اكس هنا بكام؟ 200 اي باور نيجاتيف اكس. احنا قلنا في الجدول الاي باور ان في اكس بحط جنبها اي باور ان في اكس. يعني عندي 10 ما 10 هي حتى لو كانت الاي باور نيجاتيف ان باور نيجاتيف 2 اكس في هنا واحد بشيله واحط ايه، فانا اشيل ال10 واحط ايه برضو. يبقى معاك ايه في اي باور نيجاتيف 2 اكس. هجيب الواي داش هتساوي، هتعمل ديريفيتيف ده يبقى معاك النيجاتيف 2 a في اي باور نيجاتيف 2 اكس. تعمل second derivative يطلع لك بان 4 a في e باور نيجاتيف 2 اكس. بس بقى معاك الواي بي والواي داش والواي دبل داش تروح تعوضهم في المسألة هنا. جيب المسألة تحت بس هيبقى معايا الواي دبل داش يبقى 4 a في e باور نيجاتيف 2 اكس ماينس الواي داش هي نيجاتيف 2 a ماينس 2 اكس فيبقى معايا بوزيتيف، او اضربها في الاربعة عشان في كوفيشنتين اربعة، فاتنين في اربعة بتمانية a e باور نيجاتيف 2 اكس بلس ال3 حط الواي a في e باور نيجاتيف 3 e باور نيجاتيف 2 اكس سوري باور نيجاتيف 2 اكس بتساوي ال rx اللي هي 10 في e باور نيجاتيف 2 اكس. حلو. لو بصيت هنا وقسمت على e باور نيجاتيف 2 اكس ده هيروح وده هيروح وده هيروح وده هيروح، هيبقى لي 4a بلس 8a بلس 3a بتساوي 10. فدول مجموعهم 4 و8 12 زائد 3 15، فعندي 15a بيساوي 10. فأنا كده بقى معايا ان ال a بتساوي 10 على 15 2 على 3، فبقى معايا ان الواي بي. نرجع عوض بقى في الواي بي هنا، شيل ال a وحط مكان 2 على 3 يبقى معاك الواي بي بتساوي 2 على 3 e باور نيجاتيف 2 اكس. بس بقى معاك الواي بي ومعاك الواي سي، تبقى الواي بتساوي الواي سي سي واحد اي باور 3 اكس زائد سي 2 اي باور اكس زائد ال الواي بي اللي طلعت معايا باتنين على 3 باور نيجاتيف 2 اكس، 2 على 3 في اي باور نيجاتيف 2 اكس. بس كده المسألة معايا خلصت. نروح للمسألة اللي بعديها، بيقول لي واي دبل داش بلس 4 واي بتساوي 8 في اكس بار 2. اتأكد ان هي نون هوموجينيوس عشان مش بتساوي زيرو. هجيب الواي سي زي ما قلنا، هيبقى نساوي ده بزيرو، هيبقى معاك الواي دبل داش بلس الفور واي ايكوال زيرو. فهعوض مكان كل واي بام، هيبقى معاك هنا ام باور 2 بلس 4 ام بلس 4 ام باور زيرو بلس 4 بتساوي الزيرو. هيطلع معاك ان الام 1 و 2 بيساوي بوزيتيف النيجاتيف 2 اي. بس فالواي سي دي كده كومبلكس، فالواي سي عندي بيساوي كومبلكس. كنا بنقول السي 1 الاي الاول الاي باور الفا اكس، بس انا عندي الالفا هنا بزيرو مفيش رقم، فتبقى اي باور زيرو بوان، فمش هنكتبها. فيبقى عندك سي 1 كوساين البيتا في اكس، البيتا هنا باتنين، فيبقى عندي 2 اكس
زائد C2 ساين البيتا اكس، البيتا هنا ب2 فمعنى 2 اكس. كده انا جبت الواي سي. الواي بي هيساوي هنا 8 في اكس بار 2. 8 في اكس بار 2 هيبقى معايا a في اكس بار 2 بلس، هقلبها سوري نحن بس على فكرة كده برضه عشان تبقى ايه واضحة برضه قدامكم. اهي هنا اكس في ان فبحط ال a في اكس بار n زائد هحط ال b في اكس باور، هنقص من باور 1 لحد ما اوصل ان الاكس تبقى معايا بزيرو. بس هيبقى معايا هنا a x باور 2 بلس b x بلس c في x باور 0 بزيرو. بس بقى معايا الواي بي، هجيب الواي بي داش هتساوي 2 a x بلس البي. هجيب الواي دبل داش البي معايا بيساوي 2 a. هرجع اعوض بيهم في المسألة هنا، هيبقى معايا الواي دبل داش معايا 2 a معايا 2 a. الواي داش رجع ما عنديش واي داش فرجع الواي بي بلس هضربهم في 4 بلس 4 a x باور 2 بلس 4 b x بلس 4 c بتساوي ال rx بتاعتي الاتنين في x باور 2، 2 في x باور 2. حلو. بس هبدأ أبسط. أنا عندي هنا في حاجة كنا خدناها في وقت ما كنا خدنا البارشال فراكشن، ان انا ممكن اقول ايه. انا عندي هنا الاكس بار 2 الكوفيشنت بتاع الاكس بار 2 هنا ما عنديش غير 4a، فالكوفيشنت بتاع الاكس بار 2 عندي هنا 4a. في هنا تاني عندي مفيش، بروح ابص الناحية التانية من الايكوال الكوفيشنت بتاع الاكس بار 2 8 فال4a بتساوي ال 8. وعندي بشوف الكوفيشنت بتاع الاكس بس بيساوي عندي ايه هنا كوفيشنت بتاع اكس ال4 b بس، فالكوفيشنت بتاع الاكس هيبقى عندي 4 b. عندي حاجة الناحية التانية لأ هيبقى بزيرو. هشوف الكوفيشنت بتاع الاكس باور الزيرو اللي هي 1. عندي ايه هنا عندي 2a و 4c يبقى عندي هنا 2a بلس 4c بتساوي عندي حاجة الناحية التانية لأ يبقى بتساوي زيرو. بس من هنا هقدر أقول إن ال a بتساوي 8 على 4 يبقى لي عندي ب2 وال b 4 في b بتساوي زيرو يبقى ال b عندي بزيرو. وهنا هجيب السي 2 في 2 ب4 هيبقى السي بتساوي نيجاتيف 1. جبت ال A وال B وال C. هروح كده هكون جبت عوضه مكان ال YB هنا. ال A ب2 فمعايا 2 x باور 2 بلس وال B ب0 فمعايا 0 في x ناقص 1 عشان ال C يبقى دي هتبقى 2x باور 2 ماينس ال 1. بقى مع ال YC وال YB هقول ان ال Y بتساوي C1 كوزين 2x بلس C2 ساين 2x بلس 2x باور 2 ماينس ال 1. بس وكده تكون المسألة معايا خلصت.